أهلا بيكم. أنا سامية علوبة. اتسألت كتير إزاي نهدي نفسنا، نصفي ذهننا قبل ما ننام. فعلا طبعا التهدئة دي مهمة جدا عشان تساعد على النوم. في حاجات معروفة إن أنا لو قاعدة في أوضة النور بتاعها قوي أضعف النور، أهدي النور. في ناس بتقول أو في دراسات بتقول إنه الشاشة ما بتساعدش على النوم. في ناس كتير بالعكس بتنام على الشاشة، وأنا واحدة من ضمنهم. الشاشة بتنيمني، سواء شاشة موبايل أو شاشة تلفزيون بتنيمني. أنا بتبع نظام أهدي وما اتفرجش على ولا حاجة فيها قسوة أو فيها حاجة تضايقني. فلو هتفرج على حاجات هادية، حاجات مواضيع ظريفة، حط مزيكا هادية على حسب. بتنقل من أوضة لأوضة. خلاص أول مرحلة أفصل، خلصت كل اللي عليا، هفصل بقى خالص. هقعد أنا مش عاوزة أشغل مخي، بتفرج على حاجة أو بسمع حاجة هادية. المرحلة التانية اتنقلت لأوضة النوم. أوضة النوم أكيد النور فيها هادي خالص، ممكن أوي يكون بحط موسيقى هادية أو أغاني بحبها. والتنفس برضو كذا مرة، التنفس العميق قبل النوم ده أسلوب. في أسلوب إنه الواحد غير بقى كمان تهدئة النور، إنه الواحد ياخد حمام دافي وهو بياخده برضو يهيئ الجو. أحط لو ممكن موسيقى حلوة. يبقى نمرة 1 أفصل خالص عن شغل وأي مواضيع بتضايقني. نمرة 2 أهدي الإضاءة. نمرة 3 لو هتفرج على حاجة هادية مريحة مبهجة. نمرة 4 هحط أغاني بحبها وموسيقى تهديني. نمرة 5 لو أنا من النوع اللي بحب، في ناس أصلا كمان بتصحصح لو أخدت حمام، بس لو حمام دافي ممكن مش هيخليني أول ما أطلع منه هنام، بس يعني برضه هدخل في مراحل التهدئة النفسية.